السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ تمام والله يا باشمهندس، الحمد لله والله. احب اعرفكم بنفسي بس في البدايه كده. انا اسمي خالد صقر، اي تي نتورك سكيورتي في شركه في تيليكوم ايجيبت في مصر. اشتغلت تمام. في اكتر من مكان، واديت كورسات برضو في اكتر من مكان، بس بقى لي فتره مع هيلبر شغال معاهم بارت تايم. بدي تمام. انتوا عارفين طبعا كورس الفورتيجيت فاير. آه، تسلم يا باشمهندس. تمام. آه، بإذن الله هنفضل مع بعض من البداية لحد ما نخلص الكورس إن شاء الله، ونقدر بإذن الله نغطي كل حاجة إن شاء الله في الكورس يعني. بس زي ما إحنا اتفقنا يا شباب، دي محاضرة تعارف كده النهاردة، مش هيكون فيها حاجة تكنيكال قوي. هنعرف بس الكونتنت بتاعنا عبارة عن إيه، الكورس بتاعنا عبارة عن إيه، والسيكونس بتاعنا هيمشي إزاي. محتوى الكورس يعني هيبقى عبارة عن إيه وهنمشي إزاي، بحيث إن إحنا نبقى عارفين الكورس فين أوله وفين آخره، ما نبقاش تايهين. عايزين نعرف مثلا إحنا هنبدأ النهاردة بكذا، هنمشي كذا، وهنعمل كذا وكذا وكذا، وناخد إيه بريف كده سريع أو باك جراوند عن الكورس كله، بحيث نعرف الكورس ده بيتكلم عن إيه وأنت بتقدم إيه في هيلبر. تمام؟ طبعا. باشمهندس معلش بس سؤال بس يا باشمهندس. هو اتفضل. احنا لازم يكون معانا معانا اساسيات الشبكات، وكنا واخدين كورس اللي هو الام سي اس اي كامل يعني مع المهندس احمد في هيلبر برضه. فهل احنا نبقى مثلا لازم يبقى معانا سي سي ان اي كامله ولا مش ضروري؟ طيب خلينا طيب نتفق اتفاق تمام. بداية كده. عايزين الأسئلة يا شباب تبقى بعد ما أخلص كلامي، علشان خاطر زمايلك تمام. ما تشوشرش عليهم يعني. يعني أنا لما بتكلم تمام. في حاجة هم بيكونوا مركزين، فأنت لما بتتكلم تحس إن كده في إيه، تمام. كونفليكت. الراجل بعد ما كان تمام. مركز في حاجة أنت دخلت قطعتني، أنا مش قصدي عليك، فاهمني؟ أنا لا بتكلم لا، عشان تمام ولا نمشي يهمك. نمشي بعد كده كده يعني. ما فيش فعايزين مشكله، انا مثلا فهمتك. عايزين مثلا بعد ما أخلص نشوف تمام. يعني إذا كان حد عايز يسأل في حاجة، ولا مش هخلص خالص، لا أخلص اللي بقوله بس. تمام. 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 خلينا نرد على سؤالك. هو زميلكم بيقول هل لازم أكون واخد سي سي إن إي وإم سي إس إي وأكون بيرفكت فيهم؟ لا، أنا مش محتاج تكون يعني واخدهم بنسبة 100%، على الأقل تبقى عارف يعني إيه أي بي، يعني إيه تمام. نتورك، يعني إيه لان، يعني إيه وين. تمام. مش منطقي ان انا اكون راجل سكيورتي، انا اللي تمام. هعمل الشبكه وانا مش عارف اصلا الشبكه دي مبنيه ازاي. ينفع انت تمام. تمسك مثلا آه، رئيس مجلس اداره الشركه وانت مش عارف الشركه ماشي. فيها ايه وبتعمل ايه؟ ما ينفعش. لا على طبعا. الاقل انا مش هقول لك اعرف الناس بتعمل ايه، لا، على الاقل تعرف الدنيا هي. عندي اداره مثلا اتش ار، عندي اداره سيلز، عندي اداره مش عارف ايه، ده كله تحتي. ايوه فاهمني؟ بالظبط. بحيث ان انا لما بطلب حاجه انا هكلم بتاع الاتش ار عشان نشوف البيرول الحاجات ديت، هكلم بتاع السيلز عشان اشوف المبيعات ماشيه ازاي. مم. لكن هم بيعملوا ايه كسيستم مش يهمنا قوي. فانا عايزك تبقى تمام. عندك الاساسيات اللي هو الباشمهندس احمد كان بيقول عليها في الاول، اه. وانما بقى الراوتر بيشتغل ازاي، والراوتر بيقوم ازاي، وبيروت الداتا ازاي، وايه الريب والاوس بي اف والكلام ده، مش بالظبط. مهم قوي. تمام. 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 تسلم. تسلم يا باشمهندس. لا. حبيبي هندسه. طيب، احنا زي ما احنا اتفقنا هنتكلم ان شاء الله في كورس الفورتي جيت فاير وول. طيب، هو ليه يا باشمهندس حضرتك اخترت الفورتي جيت عن اي فاير وول اخر؟ هيجي واحد يقول لي احنا عندنا بالا التو، عندنا جينيبر، عندنا في سيسكو اي اس اي، عندنا تشيك بوينت الاسرائيلي، عندنا سوفوس، عندنا حاجه اسمها بي اف سنس فري. طب ليه انت رحت للفورتي جيت؟ بص، خلينا كده متفقين في البدايه ان اي فاير وول الكونسبت واحد، التارجت بتاعي واحد. ايه هو؟ الدفاع عن النتورك بتاعتي وامن الشبكه، وفي نفس الوقت اكنترول اليوزرز اللي عندي، مين يقدر يروح يكلم الفيسبوك، مين ما يروحش يكلم الفيسبوك، مين يروح يكلم الانترنت بشكل عام، مين ما يروحش، مين مسموح له. يعني كاني بعمل ايه، اكسس ليست زي بتاعه الراوتر، بس دي على اوسع بقى. يعني الفاير وول شغله فيه حاجات كتير جدا، تمام، هنشوفها دلوقتي. بس انا ده الشغل الاساسي بتاعي.
تمام. طيب ما هو كله بيعمل كده بالظبط، يعني سواء فورتيجيت او سوفس او بالا التا او مش عارف ايه، كله بيعمل نفس الكونسبت ده. التارجت بتاعه ان هو يامن الشبكه بتاعتي من الاختراقات والهجمات والفيروسات والاتاكس اللي بتجيلي من بره. تمام. طيب برضو ليه اخترت الفورتيجيت فاير وول؟ يعني انا عارف ان طالما قلت لي الكونسبت كل واحد، فمعنى كده طب ما تيجي نروح مثلا لبالا التو او نروح لتشيك بوينت الاسرائيلي. طيب هو بناء على خبرتي المتواضعه في المجال، معظم الشركات في مصر والدول العربيه شغاله فورتيجيت. بلس 2 ان الفورتيجيت سهل في التعامل معاه. يعني اول ما نفتح كده الجي اي بتاعه او الجرافيكال يوزر انترفيس، هتحس ان انت الموضوع مش محتاج شرح، الموضوع بسيط ولذيذ، مش محتاج ايه لعبكه ومش عارف ايه، وتحس ان الانترفيس مش مظبوطه وبتاع. لا، الفورتيجيت سهل جدا في المانجمنت. تمام. يبقى اول حاجه، معظم الشركات في مصر والدول العربيه والسعوديه والخليج والكلام ده كله بيشتغلوا على الفورتيجيت. تاني حاجه، سهل في التعامل من حيث المانجمنت. تالت حاجه، الكونتنت والماتيريال اللي قدامكم دي من فورتينيت نفسها. يعني الماتيريال اللي انا هشرح منها ديت من فورتينيت نفسها، وهي مبسطه لنا الدنيا بصراحه. تمام. طيب عايزين نعرف طيب كده بريف عن فورتينيت كومباني اللي عامله البوكس او الديفايس اللي اسمه ايه؟ فورتيجيت. تعالى كده ناخد بس بريف سريع كده عن فورتينيت ونعرف ايه قصه فورتينيت ديت، يعني موجوده فين ومين اللي اسسها، وهل الشركه ديت فعلا مصنفه والعالم كله معترف بها ان هي من اقوى الفاير وول على جميع انحاء العالم، ولا انت بتشرح لنا بوكس كده تحت السلم وخلاص؟ طيب ده هيخلينا نروح نشوف فورتي نت هيستوري. فورتينيت هيستوري بيقول لك هنا، لو خدت بالك فورتينيت هي شركه ايه؟ امريكيه، وبيقول لك ان هي مالتي ناشونال. تمام. طيب موجوده فين؟ في كاليفورنيا في الولايات المتحده. تمام. خلينا نرجع بقى احسن. اهي موجوده في كاليفورنيا. بيقول لك ان هي الشركه دي بقى اللي هي مين؟ فورتينيت. عايزين نفرق يا جماعه بين فورتينيت وفورتيجيت. فورتيجيت ده البوكس نفسه اللي انا هشتغل عليه، لكن فورتينيت دي الشركه اللي عامله البوكس اللي اسمه فورتيجيت. الشركه دي عامله اكتر من منتج، فورتينيت دي عامله اكتر من منتج من ضمنهم الفورتيجيت فاير وول. طب عايزين نعرف الكلام اللي انت بتقوله ده موجود هنا ولا لا. اهو بيقول لك ذا كومباني، الشركه ديت بتطور وبتبيع السايبر سيكيورتي سوليوشن. سايبر سيكيورتي، انا بقالي كتير بسمع الكلمه دي. تمام. وعامله لي ايه؟ لا يعني مجنناني، كان عم فيها هوس في دماغي. ايه سايبر سيكيورتي دي؟ بشوف كده كومنتات على الفيس، تحس ان الناس ماشيه في المجال بس عشان الكلمه تحس ان هي غامضه كده. سايبر سيكيورتي، يجي تلاقي واحد بيقول لك ايه، انا عايز كورس اسمه سايبر سيكيورتي. مفيش حاجه اسمها كورس سايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي ده بحر معلومات في يعني مجالات كتير. تمام. من ضمنها الفيرست مجال او اول مجال هو ايه؟ السايبر ديفense. انت هتبقى الدفاع بتاع النتورك، انت اللي تامن النتورك بتاعتك من الاختراقات والهجمات والفيروسات والاتاك والكلام ده كله. تمام. فانت اسمك ايه؟ سايبر ديفense. ده اول تراك من تراكات السايبر سكيورتي. في تراكات تانية يا باشمهندس؟ في تاني تراك اللي هو مين؟ البنتريشن تيستنج. تمام. طيب انا عرفت الشبكه ديت متامنه ازاي، اخش على التراك اللي بعده، احاول بقى اعمل او رن تولز او اعمل سكريبتات بحيث ان انا اهكر الشبكه ديت واشوف الثغرات اللي فيها عشان اقفل الثغرات دي بدل ما حد يجي من بره يستغلها. تمام. ده الايه؟ المجال الثاني اللي هو البين تيست. طب في مجال ثالث اللي هو الاناليسيس، اللي هو ايه؟ بيحلل الاتاك ده جاي لي منين. هي الناس اللي بتعمل اتاك على بنوك ومش عارف ايه، والراجل اللي اخترق بنك اسرائيلي وحول الفلوس مش عارف فلسطين ومش عارف ايه، الراجل ده جابوه ازاي؟ عملوا تراك عليه. تراك يعني تتبع للمسار بتاعه، شافوه جاي من دوله ومن دوله لدوله ثانيه ومن دوله ثانيه لدوله ثالثه
مين اللي عمل الكلام ده؟ هل بتاع السايبر ديفنس؟ هل بتاع البين تيست؟ انا البين تيست لو جيت قلت له يقول لك لا يا باشا، انا ليه اخترق لك زي ما الراجل عمل، ليه اخترق لك الشبكه دي، لكن ان اعمل لك تراك ومش عارف ايه، هو ممكن يكون ذاكر كتير ومش عارف، هو عمل ابحاث فيعرف يشوف المسار ده جاي منين. تمام؟ ده واحد تالت اسمه ايه؟ اناليس. تمام؟ فهنا انت السايبر سكيورتي دي عباره عن ايه؟ كذا مجال. فهنا بيقول لك فورتنت ذات نفسها بتعمل بقى الحاجات اللي بتبيع المنتجات بتاعه السايبر سكيورتي سوليوشن، حلول السايبر سكيورتي. تمام؟ طيب زي ايه يا باشمهندس؟ قال لك such as physical firewall. ده اول حاجه عملوه. physical firewall يعني ايه physical؟ يعني حاجه ملموسه. حاجه ملموسه. في حاجه اسمها لوجيكال او فيرتشوال، وفي حاجه اسمها فيزيكال. ده كده فيزيكال، حاجه ملموسه. تمام؟ فالفاير وول او فيزيكال فاير وول عملت فيزيكال فاير وول برودكت كده او ديفايس بوكس اسمه فاير وول. لسه هنعرف يعني ايه فاير وول. وعملت ايه تاني؟ انتي فيروس سوفت وير، وعملت اي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم، وعملت اند بوينت سكيورتي. زي ايه؟ زي حاجه اسمها اي دي ار واكس دي ار ومش عارف ايه. الحاجات دي بتنزل على اجهزه اليوزر اللي عندك في الشركه، دي اسمها اند بوينت. اجهزه الموظفين اللي عندك في الشركه اسمها اند بوينت. تمام؟ فهنا شركه فورتينيت عرفت ان هي الخلاصه كده بتبيع منتجات السايبر سكيورتي. تمام؟ طب مين بقى اللي اسس الشركه دي؟ قال لي في 2 اخوات، اول واحد عمنا كنزي والتاني اخوه اسمه مايكل زي. كنزي ومايكل سي او مايكل زي دول الفاوندر بتوع مين؟ فورتينيت. هم اللي اسسوا فورتينيت سنه كام؟ سنه 2000. يبقى الاثنين دول كنزي ومايكل زي هم اللي اسسوا شركه فورتينيت. ودول لما تيجي ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتسرتف وتاخد الشهاده بتاعت الفورتيجيت باذن الله، اللي هي الشهاده الفري، لما نبقى مع الوقت كده ان شاء الله خليكم تاخدوا شهادتين فري كده، هتلاقوا ان الاثنين دول السيجنتشر بتاعتهم مع الشهاده كنزي ومايكل زي. خليكم فاكرينهم عشان هتلاقوهم على الشهاده. تمام؟ طب الشهاده دي اتوجدت سنه كام؟ 2000. طيب اول ما فتحوا الشركه كان الفيرست او المين برودكت كان ليهم كان ايه؟ الفورتيجيت. يبقى عمنا كنزي ومايكل زي جم قعدوا مع بعض قالوا يلا نعمل شركه اسمها فورتينيت، والشركه دي هنبيع فيها بوكس اسمه ايه؟ فورتيجيت. الفورتيجيت ده عباره عن ايه؟ فاير وول. ايه هو الفاير وول؟ لسه هنشوف دلوقتي. تمام؟ يقول لك هو عباره عن فيزيكال فاير وول. بعد كده الشركه بقى ابتدت ايه؟ تطور من نفسها وبدات تعمل ايه؟ دخلت كمان في الوايرلس اكسس بوينت. عارفين الاكسس بوينت؟ اللي هو بدل ما نوصل وايرد كيبل وكده، لا هنشتغل ايه؟ وايرلس. طيب وبعد كده بقى ايه؟ فضلت تطور من نفسها وتبيع منتجات وتطور وتبيع منتجات ومش عارف ايه، وحجم مبيعاتها ابتدى يزيد. يعني لو خدت بالك هنا من الحاجات اللي تحت دي يقول لك ان هي حجم مبيعاتها كان في سنه كذا كانت عامله مش عارف كام، وجيت في سنه كذا بقت كام. تمام؟ فبالتالي حجم مبيعاتها عمال يزيد. فقال لك بس يا باشا احنا مش هنشتغل على ايه؟ على الفاير وول بس، وعلى الاكسس بوينت بس، وعلى الانتي فيروس والاي بي اس والحاجات دي بس. ده انت بقى داخل بصدر واسع يا عم فورد، يا عم كنزي ومايكل زي انتوا. قال لك احنا هنعمل ايه؟ منتجات تانية لو خدت بالك هنا، زي حاجات تانية اخرى، زي عندي فورت انالايزر، فورت مانجر، فورت كلاينت، فورت ساند بوكس، فورت سيم، فورت ويب، فورت سويتش. ده دخلت كمان في السويتشات. كل حاجه داخله فيها. اذا دي شركه ايه؟ ضخمه، عندها كل المنتجات بتاعت السايبر سيكيورتي اللي انت عايزها للاند بوينت وللنتورك بتاعتك. تمام؟ طيب تعالى ناخدهم واحد واحد كده. الفورت انالايزر ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بوكس غير الفورت جيت فاير وول. البوكس ده دوره ان هو يسجل لك لوجز. يعني لو جه السي او بتاعك بتاع الشركه او بتاع المكان اللي انت شغال فيه طلب منك وقال لك يا باشمهندس، معلش اسم حضرتك؟ يا باشمهندس مصطفى، احنا قاعدين في ميتنج مع بعض انا وانت، انت جيت قلت لي يا باشمهندس انا اكتشفت ان الشركه فيها ثريتس كتير، تهديدات امنيه يعني، وفي اي بيهات بتجي لنا من حتت مختلفه ومش عارف ايه. فانا هبتدي اقلق.
اقول لك طب يا باشمهندس مصطفى، هو الكلام ده حصل النهارده بس؟ انت هتقول لي انا خدت بالي منه النهارده. انا اقول لك لا يا باشمهندس، مش منطقي. احنا عايزين نشوف هل الكلام ده احنا كان في حد بيحاول يتاك النتورك بتاعتنا بقاله فتره ولا لا. طيب انا لو دخلت على الفورتيجيت فاير وول هلاقي للاسف ان هو بيسجل اللوجز بتاعته 24 اور، يعني ماكسيمم 24 اور، اللي هو ايه 1 داي 24 ساعه. تمام، يعني الفورتيجيت فاير وول بيسجل لوجز عليه لمده 24 ساعه. طب اللوجز دي بتبقى موجوده فين؟ بافرنج على الايه؟ على الميموري، على الرامات، التخزين المؤقت. يعني لو شلت الفيشه من الكوبس ايه اللي هيحصل؟ طارت الداتا فما فيش لوجز. فهاجي اقول لك فين اللوجز تقول لي بلح، اقول لك لا انت كده لا مؤاخذه ايه، مهندس اي كلام. طب في حل يا باشمهندس؟ انت بتقول لي ان هو في اخره 24 ساعه، في حل، اللي هو ايه؟ الفورت انالايزر. يبقى هجيب بوكس تاني غير الفاير وول. الفورت انالايزر ده دوره ان هو يسجل لك ريبورتات او لوجز لمده كبيره، مثلا من شهر شهرين. تيجي انت بقى كده موظف ايه محترم تجيب لي فلاشه، يا باشمهندس ده تقرير من شهر مثلا مايو لحد مثلا شهر يوليو. تمام، هاجي انا اقعد معاك، ده انا امبارح كان في اتاك بيحصل من الاي بي الفلاني، اول امبارح كان في، اول كان في، ده من شهر مش عارف كام كان في. فاهمني؟ فاحنا كده فعلا في حاجه عندنا غلط. طيب ده الفورتي انالايزر. طب الفورتي مانجر، خلينا ايه نرسم كده ونوضح الدنيا. يبقى اول بوكس عندي اللي هو ايه؟ القلم مش بيكتب، القلم مش بيكتب. ماشي، يبقى انا اول بوكس عندي الفورتي جيت فاير وول. تمام، اف جي اختصار فورتي جيت. قلنا في عندنا بوكس تاني اللي هو ايه؟ فورتي انالايزر. ده دوره ان هو ايه؟ ياخد لوجز من هنا يرميها هنا، بيسجل عليه لوجات. طيب غير الفورتي انالايزر في فورتي مانجر. من اسمه كده فورتي مانجر، يعني ايه مانجر؟ مدير. انا عايز، انا دلوقتي يا باشمهندس عندنا فرع في القاهره في فورتي جيت، وعندنا فرع في اسكندريه في فورتي جيت، وعندنا فرع في مش عارف ايه في فورتي جيت. انا عايز من مكان واحد اقدر امانج كل الفروع دي، يبقى في حاجه اسمها سنترلايز مانجمنت. يبقى اخش على الفورتي مانجر هيظهر لي كل الفروع دي. انا بقى براحتي من جوه الفورتي مانجر اختار ايه؟ الفرع بتاع الاقصر، الفرع بتاع اسوان، الفرع بتاع، بدل ما اخش ايه على كل بوكس وادخل الكريدنشال بتوعي، لا من بوكس واحد تقدر تمانج كل البوكسات اللي عندك. ده اللي بيحتاجه مين؟ شركه فيها 50 فاير وول، 100 فاير وول. تمام، الشركات الكبيره يعني. لكن انا شركه صغيره فيها 2 3 فاير وول، هروح اجيب لي فورتي مانجر؟ لا يا مش منطقي. يعني ايه يعني لو الراجل دخل على الفرع ودخل اليوزر نيم والباسورد بايده يعني. تمام، الفورتي مانجر عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يا رجاله؟ ده سنترلايزد مانجمنت، بقدر اكنترول من خلاله كل الفورتي جيت فاير وول او كل البوكسات فاير وول اللي عندي. بالظبط. الفورتي كلاينت ده بينزل على الاند بوينت. ده يعتبر انتي فيروس للاند بوينت بس من شركه مين؟ فورتينيت. الفورتي ساند بوكس، ده حاجه مهمه جدا. حد سمع عنه؟ شباب الاونلاين، رجاله الاونلاين، خلينا مع بعض كده، افتحوا المايك وخليكم معايا. حد معاك يا سمع؟ باشمهندس. حد سمع عن الساند بوكس؟ لا الساند بوكس لا، ما سمعناش عنه الصراحه. باشمهندس عرفه ايوه فهمت. هو الساند انا بوكس. الساند بوكس، هو انا يعني عشان انا عندي بس في المكتب في الشركه فورتي جيت شغال فيها، بس يعني انا مش ادفانسد قوي، عشان كده اخدت الكورس مع حضرتك.
ولا انا يهمك. شفت اهو الواتس. الباشمهندس عرفه كمان بيثبت كلامنا ان هو شغال في شركه وعندهم فورتجي. تمام، يعني معنى كده ان معظم الشركات فعلا فيها فورتجي. طيب الفورت ساند بوكس ده دوره ايه يا شباب؟ الساند بوكس ده عباره عن ايه؟ انا كفورتي نت في ثغره جديده ظهرت وانا ما بلغتش بيها الكلاينت بتوعي اللي هم مين؟ الناس اللي شايره مني الفورت جيت. الراجل اللي عنده فورت جيت اكتشف ان في ثغره بالخطا او جهازه فيه ايه؟ اتاك، والفاير وول ما مسكوش. فاهمني؟ دخل على حاجه فيها اتاك فالفاير وول ما مسكوش، فبالتالي الفندور ذات نفسه اللي هو الفورتنت ما يعرفش عنه حاجه وانت اتضربت بيه. ده بنقول عليه ايه؟ زيرو داي اتاك، اتاك جديد لسه ظاهر، لا الفندور عارف عنه حاجه ولا انا عارف عنه حاجه. انا مين؟ اللي هو الكلاينت، والفندور اللي هو فورتنت. تمام؟ في الحاله دي بنقول عليه ان هو زيرو داي اتاك. طب الزيرو داي اتاك ده ايه الحل ليه يا باشمهندس؟ قال لك اه تشتري ساند بوكس بقى. الساند بوكس دوره ان هو يديتكت الزيرو داي اتاك، اتاك جديد لسه ظاهر هو هيمسكه لك. لان الفاير وول ده بيبقى عباره عن ايه؟ جواه داتابيس سيجنتشر لكل الاتاكس اللي مسكها قبل كده والمعروفه. وانس ان هو بيكتشف ان في حاجه بتماتش الحاجات اللي هي موجوده في الداتابيس دي بيعمل لها بلوك. انا عارفك فانت متسجله عندي في الداتابيس ان انت حاجه وحشه فانا همسكك. طب انا في اتاك جديد ظهر مش موجود عندي في الداتابيس سيجنتشر هيخش عندك. طب مين اللي هيمسك الكلام ده؟ الساند بوكس. يبقى لما اجي كده في الانترفيو اقول لك واتس ذا ريفرنس او ايه هو الساند بوكس، هتقول لي ان هو دوره يديتكت او يكتشف الزيرو داي اتاك، الاتاكس الجديده اللي لسه طالعه ومحدش يعرف عنها اي حاجه. تمام؟ فزي ما انت شايف ايه، عملت فورتينيت اكتر من بوكس اهو، وعملت برضو سويتشات. بدل ما تروح تشتري سويتش فورتي سويتش سيسكو ولا ديل ولا اتش بي، لا يا باشا عندي ايه؟ فورتي. تمام؟ مش فورتي جيت، فورتي سويتش. الفورتي جيت ده الفاير وول، لكن الفورتي سويتش ده السويتش عادي. اتفضل يا هندسه. اه هل بيضيف الداتابيس بتاعت بيبتدي بقى الفندور يضيفه في الداتابيس بتاعته. بعد كده انت بتعمل ابديت للداتابيس دي. هنشوف دلوقتي الداتابيس دي لازم تحدثها باستمرار، لان الانتي فيروس من غير ابديت لكنه ملوش اي لازمه. بس هو طب هو ليه مثلا الانتي فيروس ساعات مثلا بيقول لك مش هيعمل ابديت عشان يحدث الداتابيس بس الانتي فيروس اللي على جهاز غير الانتي فيروس اللي هو الفيتشر اللي على الفورتيجيت فايرو. ان هو ما يعرفش يحدث نفسه زي بيحدث نفسه بنفسه اوتوماتيك، وممكن مانوال تنزل الداتابيس مانوال. هنشوف كل ده هنشوف. قصدي ليه يعني الساند بوكس الميزه اللي هو ادانا. الساند بوكس الميزه ان هو ادانا ايه؟ يعني قصدي احنا قدام فيها البروتوتيب نفسه بيتحدث ممكن يتحدث. ما انا بقول لك انا في اتاك جديد، انا كفندور انا اللي بحدث الداتابيس سيجنتشر، لكن انا كفندور لسه ما اعرفش الاتاك ده لسه مش عارف. فما حطيتوش عندي في الداتابيس. فاهمني؟ يعني الساند بوكس كانه بيسجل لو في حاجه بتبلغ بيها الفندر والفندر يبدا بالظبط. الفندور خلاص سمي لا الساند بوكس ده بيبقى فيه برضه ريبورتات، فانا جبت من الساند بوكس الحاجات اللي هو مسكها فبسجلها عندي انا كفورتينت، بسجلها في الداتابيس سيجنتشر بتاعتنا علشان خاطر الناس اللي هي اليوزر لما يعملوا ابديت للبوكسات بتاعتهم ياخدوا الابديت الجديد اللي هو في الحاجات اللي احنا جبناها من الساند بوكس. دي شبه في الانتي فيروس في ساعات في اختيار كده يقول لك ابديت في حاجات مثلا للفندور علشان تعرفهم ان في ثغره اكتشفتها ومش عارف ايه والكلام ده كله. برافو عليك. طيب باشمهندس اسمك ايه؟ نسيت. ايه؟ حسن؟ ماشي. الدنيا تمام معاك؟ طيب باشمهندس مصطفى تمام؟ لحد دلوقتي. باشمهندس محمد وباشمهندس عارفه الدنيا تمام معاكم يا رجاله؟ تمام يا باشمهندس. باشمهندس محمد. تمام يا باشمهندس. طيب ده كده احنا عرفنا
ماشي كده احنا عرفنا يا شباب واتس فورتنت. طيب عايزين بقى نشوف التريننج والاكزام اللي بتقدمهم فورتنت. التريننج والاكزام من الاخر كده تعالوا اوريه لكم من على الويب سايت عشان خاطر ايه تشوفوا كل حاجه قدام عينيكم. لو رحت على تريننج، ده الويب سايت اللي هتخش عليه ان شاء الله. .fortinet.com. ده الويب سايت اللي هتخش عليه لما تيجي تخشوا الامتحان تاخدوا NC 1 و 2 فري. هتعمل لوجن هنا، طبعا لازم يبقى عندك اكونت، لو مالكش اكونت هتعمل اكونت. خش بابليك. البارتنر ده لو انت بارتنر لمين؟ لفورتي او موظف عند فورتنت. لا انا هخش بابليك، انا يوزر عادي. هتدخل الاكونت بتاعك والباسورد. تمام. قال لي ويلكم باك اهو. لو جيت هنا في اللايبراري ادي التريننج والاكزام. في عندي من اول NEC 1 لحد NEC 8 8 شهادات. كل شهاده لها غرض غير الثاني. احنا الكورس بتاعنا كورس ايه؟ فورتيجيت اللي هو الفاير وول. الريليتد بالكورس بتاعنا هو مين؟ NEC 4. يعني انا لو عايز اكون سيرتيفايد من فورتينيت واكون راجل بروفيشنال في الفورتيجيت فاير وول يبقى لازم اسرتف NEC 4. طيب NEC 1 و 2 دي معلومات جنرال لاي حد. دول شهادتين فري تقدر تخش تاخدهم مجانا من شركه فورتينيت. معلومات جنرال كده عن السكيورتي. تمام. يعني شركه فورتينيت بترحب بيك وبتقول لك اهلا بيك او ويلكم تو فورتينيت كومباني. اول ما هتخش بس تاخد بريف عني هديك شهادتين مجانا. طب ال NEC 3 دي للناس اللي هم مين؟ الاثنين اللي شفناهم بره غير الجلوبال واحنا بنسجل الاكونت بتاعنا. قلنا في بارتنر والامبلوي صح؟ يعني ال NEC 3 مين اللي ياخدها؟ البارتنر او الموظفين لشركه فورتينيت. يعني دي مش ليا انا، NEC 3 مش ليا انا، دي للناس اللي هي شغاله عند فورتينيت او بارتنر لفورتينيت. يعني ايه بارتنر يا باشمهندس؟ انا مش فاهم. بارتنر يعني انا راجل فاتح شركه وبجيب حاجات من فورتينيت وبيعها، فانا كده بارتنر لفورتينيت ببيع منتجات فورتينيت. حتى تيجي الشركه كده تتصل بيك تقول لك احنا بارتنر لسيسكو، بارتنر لفورتينيت، وبارتنر لسوفوس، وبارتنر مش عارف بالو التو. يعني ايه بارتنر؟ يعني اي حاجه هتحتاجها من فورتينيت احنا هنجيبها لك. تمام. عندك بقى من NEC 4 لحد 8 دي بفلوس. يعني كل اللي فات ده ببلاش. من NEC 4 لحد 8 بفلوس. بكام؟ ب $400 الشهاده. تمام. يبقى ال NEC 4 دي خاصه بمين؟ بالفورتيجيت فاير وول. طب 5 دي هتلاقيها خاصه بالايه؟ بالمنتجات الاخرى زي اللي احنا شفناها من شويه، الفورتي مانجر والفورتي انالايزر والحاجات دي. 6 نفس الكلام. 7 هي 7 بقى هي زي ال NEC 4 بس الادفانسد بتاعت الانتربرايز. طيب 8 دي الاعلى حاجه. زي مثلا كده في سيسكو CCIE بتاعت سيسكو اللي انت بتمتحنها في الامارات. تمام. دي برضو بتمتحنها بره وكده. طيب في حد عنده استفسار في التريننج والاكزام؟